احب اقول ويلكم ويا مرحبا ويا اهلا ويا وسهلا بمحمود حسن تريزيجيه اللي النهارده كان الاعلان التقديمي بتاعه جايبينه في المولد بقى وهو شايل اول علم واول لوجو للنادي الاهلي في التاريخ، الشعار الملكي للدوله المصريه. اعلان تقديمي لطيف بصراحه وكان حلو عجبني يعني. بس انا عندي سؤال، هي باقي الصفقات فين؟ الاهلي خلاص المفروض هيكون متواجد في كاس العالم ان شاء الله من يوم 4، يعني يوم 4 ان شاء الله هنكون في المطار من الصبح عشان الطياره هتتحرك الساعه 8 بالليل. فين بقى باقي الصفقات اللي هتكون موجوده معانا؟ التاخير ليه؟ فين محمد علي بن رمضان؟ فين اليو ديانج وما بينزلش التدريبات ليه مع اللعيبه، في حين ان اليو ديانج متواجد في القاهره من قبل ماتش الاهلي وفاركو بيوم، يعني موجود في القاهره والقصه خلصانه. يقول لك اصل لسه نادي الخلود ما اداش الاذن. هو مش من حقه اصلا يديك الاذن او ما ادكش الاذن، وخلاص الموسم هناك انتهى في السعوديه، فاللاعب اوريدي خلاص بقى موجود في النادي الاهلي. وبمناسبه الصفقات، الصفقه يا اخوانا بتاعت احمد رمضان بيكهام انا مش لاقي لها اي معنى. النهارده الاهلي خلص في صفقه احمد رمضان بيكهام، والمفروض ان هو هياخده اعاره لمده موسم وبعد كده يحق له شراء اللاعب ب 30 مليون جنيه. احمد رمضان بيكهام هيجي يعمل ايه؟ احنا كنا بنتكلم في مدافعين اجانب، بنتكلم في مدافعين زي ياسين مرعي وعمرو الجزار، الناس دي فين؟ ولا احنا هنكتفي باحمد رمضان بيكهام؟ النادي الاهلي المفروض انه هيسافر خلاص يوم 4، المفروض دلوقتي حالا يكون بيخلص دنيته في الصفقات ويعلن عن كل الصفقات